لازم تعرفوا يا إخواني إنه أساس الحزن، مش بيقولوا لكم إن في حالة اكتئاب والناس حزانة وبيدوروا على السعادة مش لاقيينها وانخفضت درجة الشعور بالسعادة أساس الحزن في الدنيا كله حاجة واحدة بس، وأرجوكم راجعوا هذا الكلام هتوكلوا بيه. أساس الحزن، سبب الحزن في الدنيا هي أنك تريد شيئا في الدنيا. الناس عايزة، فلما بتحقق لهاش بتحزن، ولما يتحقق لها بس يتحقق لغيرها أكتر منه تحزن. يقول لك ده أنا شغال، ده أنا كنت زميله في مدرسة، أنا بكسب دلوقتي 10,000 جنيه بس هو بيكسب 20,000 جنيه، يحزن. ولو حققت اللي أنا عايزه أسعد شوية صغيرين كده يوميها، الله أنا جبت، ثم بعد قليل أبدأ أقلق على ما استفدته، وهل هيقل ولا هحافظ على المستوى، هل هترفد، هل هيحصل هبوط في السوق، هل هيحصل، فأفضل منشغل بيه، فيظل الحزن ملازم طول ما أنا عايز. شوف كلمة عاوز دي، شوف العوز ده احفظوها، دي معادلة، العوز هو سبب الحزن. شيل العوز من القلب، طهر قلبك من انك عايز،